الاعتذار قيمة إنسانية وأخلاقية سامية، وهي مرتبطة بشكل مباشر بالخطأ، والخطأ جزء من تركيبة البشر السلوكية وسمة من سماتهم، ولا يمكن لأي إنسان مهما كانت درجة وعيه ألا يقع في الخطأ أو أن يتخلص منه، لأن ذلك ينافي الطبيعة البشرية. لذلك يأتي الاعتذار بمثابة دية معنوية يدفعها من يخطئ في حق الآخر. ولكن لماذا غالبا ما يخلو مجتمعنا من ثقافة الاعتذار، ولماذا يبدو الاعتذار معيبا في ثقافة منطقتنا؟ بعض أبناء المنطقة يرجحون السبب بأن الاعتذار يعتبر ضعف بشخصية الإنسان، لأن الرجولة كانت تعني عدم التنازل عن الرأي وعدم الاعتذار، وتوارثت هذه العادة من الأجداد إلى الآباء فالأبناء. جموع اعتبار كان كماسية جواره، يعني جواره رخنة انه شي بتاخذ كافنش او اخذ كافن غوري تقاليدي بريدتشن ظلامي بري انه ولي ظلامتي جمها باعتذار نتكر اش قلت ناخذ ندها تخواري افعاداتهم يعني بين ويرس حتى انه بعادات وكعرف يعني نف مجتمعي مدى بس نها ادبينم تشتا حركات اني يعني بيشاما مثلا خلكي پروردكر حمي زانين اول دسبيكا انسان خوارخنا بك افتشتهني قلكي باشا قالك دافع دا انه انسان بيش بكذا يعني يك خوارخنا بك أفجي نوعك اعتذاره يعني أفجي بسنا كأني مهود بيجي. البعض الآخر يعتقد بأن ثقافة الاعتذار كانت ستنتشر لو كان كل كبير في العمر أو في المكانة الاجتماعية اعتذر من الصغير في حال أخطأ بحقه، لأنه بذلك يغرس هذه الثقافة في عقول الأجيال القادمة. الثقافات اصلا نامد انها تشاندن مستوى المدرسه قدام طلاب مثلا طالب مشكله النقابه هذا شيء استاذ نقوتي وكورن هون بيش طلابه اعتذار جهفدو بخوازن جبر بيش طلابه اف ثقافات وري تشاندن سري وادا بزانن انه اعتذار نتشتكي معيبه جامعه دجي دمك وغلطيك النقابه طالب ودكتوري خوي جامعه ده شيء كو حق سر دكتوري جامعه به يا دكتور اعتذار بيش طلابه جي طالبه جامعي بخوازه جبر پیش واطلابه اف ثقافتها هاد سری واطلابه وري چاندج بر اطلابها گهنا مرحله داوید خوندنه ده اوجي صبايا ابن دكتور و ابن ماموستان اف ثقافتها والجمواج وري چاندن. هناك من يرى أن السبب يكمن وراء المفهوم الخاطئ للكبرياء الذي توارث مع الأجيال وخاصة عند أصحاب النفوذ. المجتمعي ما بيبينه خاصة بكرماج معروفة سلمى سرهشكن وش غير يدرش سرهشك بينا ما بقرا أم مجتمعك شرقي دنا يعني إيده هر يكي خد بينا بشكل بزن نفوذك ويها عن بيجم تسركي عشيركي يعني سركي تشتكي يرو مستحيل وري برمده بيجي انه مثلا از غلطتي مثلا تشتي علما انه مثلا پیغمبر ما عليه الصلاه والسلام هيك يكون ناحيه ده غلطي هات اعتذار وجه خاص هات اعتذار وجه خاص او پیغمبر بي هيك يكون بانسانك على البركه بي. ترى ألا يزيد الاعتذار من احترام الشخص ويمنحه مكانة اجتماعية بين أفراد المجتمع؟ أم إن مجتمعنا لا يستطيع الخروج من عباءة العقلية الذكورية إن صح القول؟